السلام عليكم، معاكم هاشم داوود. وفي الفيديو اللي فات زي ما شرحنا ازاي نسحب بصمات الموظفين لكن من برنامج ZK. في الفيديو ده هنشرح ازاي نسحب البصمات من برنامج Hikvision. في البداية زي ما هو ظاهر كده، دي الايكون بتاعة برنامج Hikvision، ونضغط عليها وتفتح لنا الانترفيس دي فيها Person و Time and Attendance و Maintenance and Management. عندنا Maintenance and Management، دي الايباهات اللي متسجل عليها المكن سواء في مكان واحد او في اماكن مختلفة. بنحتاج نضيف ازاي المكن؟ بنضيفه من هنا من اد، وابتدي ادخل اسم المكنة او النيم بتاعها، الاي بي بتاعها، واليوزر والباسورد اللي انا بفتح بيه المكنة، وبقول له اد. لو عايز اضيف مكنة جديدة بضيفها وبتظهر معايا اونلاين، تبقى بالشكل ده. دي طريقة اضافة المكنة. الحاجة التانية معانا اللي هي البيرسون. احنا بنكود الموظفين على مكن البصمة نفسه، بسجل بصمات الموظفين، بسجل سواء بالفيس برينت او بالفينجر برينت. وفي الخطوة دي بدخل على بيرسون وبسحب اكواد الموظفين المسجلين على ماكينة البصمة. بدخل هنا وابتدي اعمل اورجانيزيشن. تمام، خلينا مثلا نجرب مع بعض نكريت اورجانيزيشن مع بعض كده. بضغط اد وبكتب مثلا أليكس مثلا، اقول له اوكي، بضغط عليها كده وباجي اسحب الاكواد المتسجله على البصمه من هنا get from device، وابتدي هنا اختار. لو عندي اكتر من مكنه كونكتد تظهر معايا هنا، وبقول له import. بيبتدي ان هو يحمل اكواد الموظفين المتسجله على ماكينه البصمه. وزي ما احنا شايفين وكده قرب يخلص، وانسى ان هو يكمل 100%. جاب لنا اليوزرز المتسجلين على مكنه البصمه. الخطوة الثالثة معانا إن إحنا بندخل على Time and Attendance، وباجي على آخر اختيار معايا وأضغط عليها وأبتدي أحدد التايم بتاعي من الكالندر اللي ظاهرة. مثلا أنا عاوز من يوم 1 إلى يوم 24 وقت تسجيل الفيديو. باجي هنا على Get Events from Device، بضغط عليها وبختار ماكينة البصمة اللي أنا عايز أسحبها بالشكل ده كده. هو هنا كمان ظاهر معايا الأونلاين، اي ماكينه بصمه اونلاين هي اللي هتظهر معايا. انا ظهر معايا دلوقتي اليكس ادمن، بختارها وبيبتدي يعمل سنكرلايز معايا. وانس ان هو خلص معانا كده بعمل سيرش، ظهرت معانا او بصمات الموظفين ظهرت معايا بالشكل ده كده. ابتدي ان انا اعمل لها اكسبورت شيت اكسل خارجي عشان نقدر نشتغل عليها. من هنا ابتدي اختار اللوكيشن بتاعها الديسكتوب جولاي، واقول له سيف. دي البصمات بتاعتنا اللي سيفها زي ما ظهر قدامنا في العمود ده بتاع التايم، اكواد الموظفين، وكمان الديت والتايم، الان والاوت. لكن عندنا مشكله ان الان والاوت في نفس العمود، وده هيبقى الفيديو الجاي بتاعنا ازاي نحل مشكله تكرار البصمه. دي مشكله. المشكله التانية ازاي نحل مشكله ان الان والاوت في نفس العمود. احنا عاوزين نفصلهم في كل عمود لوحده، عمود للان وعمود للاوت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان يوصلك كل جديد.